غالب من يدعي الانتماء إلى التصوف يحتاج أن يعيد النظر إلى صدق التزامه بالتصوف. التصوف ليست مجرد عادات وشكليات، التصوف سلوك وأخلاق ومعاملات. التصوف من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف كما يقول أئمة التصوف. الصوفي الحقيقي هو الذي يترك الحلال خوفا من الوقوع في الحرام، الحلال الذي ربما تشوبه شبهة. المتصوف الحقيقي هو الذي يبيت ليس في قلبه على أحد كراهية أو حقد أو بغضاء. المتصوف الحقيقي هو الذي إذا قال الله أكبر ليدخل إلى الصلاة رمى ما سوى الله وراء ظهره وفرغ قلبه عما سوى الله فخاطب الله بقلب خلو عما سوى الله. المتصوف الحقيقي هو الذي يؤثر الباقي على الفاني. المتصوف الحقيقي هو الذي لا يغيب عنه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم طرفة عين في سلوك، في أخلاق، في معاملة، في إحساس، في تذوق، في نور، في مشاهدة. هذا معنى أن يتصوف الإنسان. أما ما يحصل اليوم من البعض من مخالفات شرعية باسم التصوف فهو عائد على من خالف. فقهاء تحصل منهم مخالفات، جاءوا المعتزلة والمجسمة حصلت منهم مخالفات في العقيدة. هل أحارب علم العقيدة؟ لا، أقف ضد الخطأ.